كلنا هنموت مرة واحدة وهندفن مرة واحدة برضه، بس ممكن تموت مرة وتندفن مرتين. في ايرلندا وتحديدا في شمال ايرلندا كان في زوجين قصتهم منتشرة جدا ومعروفة لمعظم الناس في ايرلندا. القصة بتاعت الزوج جون ومراته ماري. جون وماري اتجوزوا عن قصة حب قوية جدا وصادقة جدا وعنيفة جدا، وأثمر جوازهم عن خلفتهم ل3 أطفال في قمة الجمال، وكانوا ثنائي يعني محبب وثنائي لطيف جدا لكل جيرانهم ولكل أصحابهم. يشاء القدر إن بعد فترة من الجواز تبتدي الفروق بين الشخصيتين تبان. جون شخص مهرجل اندفاعي ما بيحسبهاش مسرف، لكن على الجانب التاني ماري شخصية ذكيه جدا منظمه جدا جدا جدا. يمكن اكبر عيوبها من وجهه نظر جوزها ان هي منظمه، بمعنى ايه؟ الولاد هيناموا الساعه 9 يبقى لازم الساعه 9 الولاد يكونوا في السرير. هنخرج يوم الاحد الساعه كذا يبقى لازم نخرج الساعه كذا. احنا هنعمل كذا يبقى لازم يتعمل. منظمه بشكل يخنق، او كان بيخنق جون. تمر الايام وتمر السنين بيحاول يتاقلم على الوضع، ما بيقدرش، لدرجه ان ويحصل برضه حاجات تانية، زي مثلا ان يحصل خلاف بين 2 جيرانهم زوج وزوجته، فييجوا عشان يحكموا جون وماري. فماري تسمع القصه وتحكم بمنتهى العدل، لا تقول للزوج انت اللي غلطان. فالزوج رغم ان هو اللي غلطان فعلا يشيل من جواه ناحيه ماري، فيروح مسخن جون على مراته على ماري، يقول له كده برضه مراتك تروح بعدين، يعني يقول له كده برضه مراتك تروح تطلعني غلطان ومش عارف ايه. فيروح جون يتكذب فيقول له صح انت عندك حق، هي فعلا بقت تخنق وبقت مزهقاني في عيشتي. يبتدي شويه بشويه الناس اللي حوالين ماري يتخنقوا من حقانيتها، ويتخنقوا من صدقها، ويتخنقوا من الوضوح بتاعها ومن لسانها اللي ما يعرفش يقول غير الحق. في مره من المرات حتى جون في خلافه معاها في مره جه قال لها ايه؟ قال لها اتمنى من الله ان تموتي الان. دعا عليها. ومش هو بس، الجمله نفسها بقت بتدور حوالين كل الاصدقاء، يعني بتبقى اللي بان زي اللي بان على لسان الاصدقاء والجيران، يا رب ماري تموت، يا رب ماري تموت، يا رب ماري تموت، لحد ما في مره بتجي لها حمى درجه حرارتها بترتفع جدا جدا، وبيجوا الاطباء ما بيعرفوش يشخصوا حالتها. بتبقى كده على مشارف الموت وفي سكرات الموت، وفجاه جسمها بيزرق، وفجاه صمت تام، وفجاه الطبيب بيعلن ان هي ماتت. بيجوا عشان يدفنوها جون والولاد. في خاتم في صباعها، خاتم ذهب كبير كده شويه، حاولوا ان هم يخلعوه من صباعها بس ما قدروش. قالوا خلاص مش مشكله، ايه ندفنها بالخاتم، مش قضيه يعني، مش قصه يعني، ندفن معاها مش مشكله. بالتوازي في نفس الوقت كان في 2 لصوص نباشين قبور معروف عنهم ان هم بيسرقوا القبور، يعني عارفين ان في سيده ماتت وان هي اتدفنت. هم كان عادتهم دايما ايه؟ مجرد ما الجثمان يتدفن 3 4 ساعات الدنيا تهدى، انبش القبر طلع الجثمان، هتلاقي مثلا حد مدفون بفستان حلو ناخده نبيعه، هتلاقي حد مثلا مدفون بجزمه شيك، هتلاقي في واحد مثلا جنبه السيف ولا السكينه بتاعته ناخده نبيعه كده يعني. فعارفين ان في سيده اتدفنت، فراحوا فاتحين القبر بتاعها وراحوا مطلعين، بصوا لقوا جثمان ماري، ولقوها في صباعها الخاتم الذهب. طبعا عجبهم جدا الموضوع، جايين يحاولوا يخلعوا الخاتم مش عارفين. واحد منهم جاب شاكوش وراح قاطع الصباع بتاع ماري. مجرد ما ضرب الشاكوش على صباعها عيني انفصل، قطع، وانفجرت نافوره من الدم، وراحت هي قامت تصرخ من القبر. من القبر قامت تصرخ. فلما قامت تصرخ واحد من ال2 حراميه وقع مات في لحظتها، والتاني طلع يجري زي المجنون. هي عماله تصرخ من الالم وماسكه ايديها والنزيف اللي في ايديها، وطلعت جري، هي مش عارفه هي فين، مخضوضه. طلعت جري على بيتها، قعدت تخبط على باب البيت بشكل عنيف وشكل متتالي، لدرجه ان جون كان قاعد وقتها بيتعشى، جه قال لاولاده ايه؟ والله لولا ان امكم ماتت كنت قلت ان دي خبطتها هي. فقام عشان يفتح، وبالصدفه كان جون وقتها البارد اللي ما عندوش دم، مش بس قاعد بيتعشى هو واولاده، ده كمان جايب 5 من الجيران بتوعهم، جيرانهم اللي كانوا بيتمنوا موت ماري اصلا. جري جون فتح باب البيت، لقى قدامه ماري شعرها منعكش تراب، جسمها كله متغطي بتراب وبتصرخ وايديها كلها دم. وقع طب مات ساكت. جون مش هو لوحده، لما دخلت كمان ماري جوه البيت، ال5 اللي هم جيرانهم اللي دايما بيشتموا فيها 3 منهم برضو وقعوا وماتوا في لحظتها. عاشت ماري بعد كده مده طويله، اتجوزت تاني وخلفت تاني من جوزها الجديد، وبقت عايشه مع جوزها الجديد وولادها القدام وولادها الجداد، حياه سعيده كلها نظام وكلها دقه وكلها كلمه حق وكلها ثبات على المبدا. والسبب ان مفيش حد يقدر يفرض ارادته على ربنا، ومفيش حد يقدر يحدد مصير او نهايه بني ادم الا ربنا وبس. مفيش مخلوق في الدنيا بايده نهايه حياتك او فشلك او تعطيلك. الناس تدبر زي ما تدبر وتخطط زي ما تخطط، لكن في النهايه رغبتهم وخططهم وحقدهم هيقفوا عند حدود اراده الهيه بتحميك بقوه يقينك في كلام ربنا سبحانه وتعالى.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الكون مش ماشي سبهلله ولا على مزاج الناس، اللي بيخاف من ربنا لا تخاف منه ولا تخاف عليه، والبشر أقصى حاجة يقدروا يعملوها إن هم ينفذوا إرادة ربنا.